السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف خير متابعيني وحبايبي. قبل ما ابتدي موضوع النهاردة أنا بشكركم جدا، بشكر المتابعين الجداد اللي اشتركت، هي خلاص ما بقتش جديدة، الناس حبايبي المتابعين اللي اشتركوا معنا في القناة، أنا بشكركم جدا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونكون إضافة ليكم في حياتكم، وانتوا كمان تكونوا إضافة لينا في القناة، ونشتغل على إن شاء الله المنفعة ليكم بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع العمل. هنتكلم النهاردة عن عمل الشباب. امتى الشباب يشتغلوا وعلى أساس ايه يشتغلوا، وهل لازم الشغل ده مترتب على الشهادة وبس، ولا هيبتدوا شغل بعد الدراسة، ولا يشتغلوا أثناء الدراسة. خلال الحلقة هنفهم المفروض الشباب يشتغلوا امتى وازاي. تابعونا وان شاء الله الحلقة تكون محفزة ليكم ومشجعة. انا بشجعكم وبشجع نفسي وبشجع كل حبايبي زي منا وزي ولادي وزي كل الناس اللي انا عارفاهم وعندهم ولاد قد منا واقل من منا كمان. يا رب كده يكون ليكم مستقبل كبير، والحياة دلوقتي محتاجة شغل ومحتاجة عمل، لازم نجتهد ونشتغل ونتعب ونحط تحت نتعب دي 100 خط. تابعوني وإن شاء الله. رجعنا لكم تاني. موضوع العمل للشباب، طبعا الحياة زي ما احنا عارفين صعبة جدا ومحتاجة فلوس. الفلوس هي في وقت بتكون لو احنا اشتغلنا على اننا نجيب فلوس وبس في حياتنا واهتمنا بس بالفلوس في حياتنا، الفلوس بتبقى نقمة ما بتبقاش نعمة. انما الفلوس مهمة في حياتنا، وإلا ما كانتش ذكرت في القرآن ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يبقى احنا لازم الفلوس بنهتم ان احنا نجيبها بطريقة صح، وكمان لازم نعرف امتى نجيبها وامتى نشتغل على نفسنا عشان نبقى مرتاحين طول حياتنا. سمعت قبل كده الشيخ الشعراوي بيقول ان كل ما كنت صغير واشتغلت وتعبت وانت صغير، هتقدر ترتاح وانت كبير وتريح كمان ولادك واحفادك كمان. فالعمل ده حاجة مفيدة جدا ومفيدة للشباب، فلازم كلنا نشتغل، وكل واحد بينقي الوقت اللي يشتغل فيه وايه المجال اللي يشتغل فيه حسب ما يناسب قدراته ويناسب متطلبات الحياة اللي حواليه. منا معانا برضو لها رأي في موضوع العمل، وخاصة ان منا من سن الشباب اللي المفروض يبتدي بقى عمل، وهي فعلا ابتدت وبتحاول تشتغل على نفسها وبتنمي قدرتها. اتفضلي يا ميس منا. السلام عليكم، اهلا بيكم. انا انا بشتغل على نفسي وبنمي مهاراتي. مش في الشغل بس، يعني مش يعني مم. مش لازم يبقى في الشغل بس. صح. حاجات كتير تانية، يعني الطلاب بتوع الطلاب اللي في المرحلة الثانوية برضو لازم ان هم يتعبوا علشان يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها. كل مرحلة في حياتنا لازم نتعب فيها عشان نقدر نوصل للمرحلة اللي بعدها. تمام. سواء بقى في الشغل، في حاجات تانية، في الدراسة في قصدك؟ الدراسة. يعني ما نكسلش قصدك يعني. ونتعب على نفسنا على قد ما نقدر عشان برضو نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها. طبعا موضوع العمل ده مهم جدا بالنسبة لي، مش بس عشان يبقى عندي دخل مادي، لا، عشان اقدر احقق ذاتي. زي المقولة اللي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. لو انت تلميذ في الدراسة لازم تحب مذاكرتك علشان تقدر توصل للكارير او الحاجة اللي انت عايزها. ومش شرط كمان ان انت تشتغل في المجال بتاعك، مجال تخصصك. انت ممكن تشتغل في اي مجال تاني لحد برضو ما تلاقي شغل لتخصصك. فعلا عندك حق يا منى. يعني مثلا في شباب كتير جدا متخرجين وقاعدين على القهوة، وفي شباب قاعد في البيت مستني يجيله التخصص او الشغلانة اللي هتجيب له الدخل اللي في دماغه. ايه الشغل ده بيجيب كام؟ بيجيب 2000 جنيه؟ لا لا لا، ما يكفوش. هيكفوا ايه دول؟ طب ما تنزل تشتغل
ومن خلال الشغل اللي بيجيب المرتب البسيط ده حتى لو مش في مجال تخصصك هتتعرف على ناس وهتحتك بخبرات وهتقابل ناس. صح ولا ايه يا منى؟ صح ومن طبعا. خلال ان انا اتعرف على ناس وعلى ناس وعلى مواقف هتتعرض ليها، انا هيضيف لي خبرات بالاضافة. حتى لو كان الدخل المادي اللي جاي لك بسيط هيضيف لك كتير. ممكن تتعرف على حد يجيب لك شغل تاني، شغل احسن. صح. صح ولا لا؟ صح طبعا. برضو لازم ننمي نفسنا، ننمي مهاراتنا. اللغة دي وش يعني لازم باللغة الشباب وش لازم تتعلم لغة دلوقتي وكمبيوتر، ولازم تشوف كورسات برمجة. الحاجات دي كلها اضافة لأي واحد دارس اي مجال. يعني اي مجال انت دارسه لازم تزود نفسك من المعلومات وثقافة وانجليش وكمبيوتر. الحاجات دي اساسية لازم تكون في حياتك عشان تقدر ان انت تحتك بالناس وتختلط بسوق العمل. ده اضافة ليك هتزود مهاراتك وقدراتك. وعلى فكرة انت ممكن تبقى دارس مجال، صح يا منى، صح. وتدخل مجال تاني انت مش حابه هتنجح فيه. يعني أكيد. الناس مش عارفاه. انا كنت بكره التدريس ومش عايزة اطلع مدرسة وانا صغيرة، وكنت بقول يا رب ما اطلع مدرسة يا رب، وكنت بدعي ربنا ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون مدرسة. والحمد لله بفضل ربنا ناس كتير قوي بيقولوا لي ان انا بالي طويل وان الولاد بيفهموا مني وان انا الحمد لله نجحت في مجالي. وانا بعد كده والله حبيت المجال وبقيت حابة ان انا انجح وحابة ان انا احقق في حاجة فاستمريت فيه. انتوا برضو لو انت عندك اي منفذ لاي شغل او اي مجال قدامك، سواء عمل والدك او عمل حد تعرفه، طبعا ما اروحش اشتغل في اي مكان فيه يكون خطر او مش مناسب لسني. ممكن تشتغل وانت طالب، بشتغل مجال مناسب لقدراتي مناسب لشخصيتي. ما اروحش مثلا ارمي نفسي في حاجة انا ما اقدرش امشي فيها قوي يعني، او حاجة تأذيني. لا، لازم تبقى حاجة انت قادر شوية تمشي فيها او انها مناسبة لقدراتك ولظروفك. افتكر وانا في كلية عرضت على والدي ان انا اشتغل. والدي الله يرحمه كان دايما كل حاجة بنطلبها كان بيحققها لنا، وكان يعني مش بيتأخر علينا في حاجة، الله يرحمه. بس انا طلبت ان انا اشتغل عشان اضيف لنفسي خبرات ومواقف اقدر اتعامل بيها مع الناس. لذلك حاولت ان انا اقنعه وقلت له ان انا في وقت الاجازة او الوقت الفاضي ليه لا ممكن اروح اشتغل، مش بس عشان فلوس يعني. المهم ان اقنعت والدي وكده ووافق. وفعلا لما نزلت ده فادني في حاجات كتير جدا، فادني لغاية دلوقتي في حاجات. ان العمل اللي كنت بشتغله كان كنت بتعامل مع الناس وكده، فبقى دلوقتي يفيدني في ان انا اعرف اتكلم مع الناس، وفادني ان انا اتعرفت على ناس كتيرة واتعرفت على مجالات كتير في حياتي. فالعمل من البداية حتى لو اثناء الدراسة دي حاجة ما فيهاش مشكلة، بس لازم اعرف انا شغال مع مين وشغال ايه، وهل العمل ده هيناسب ابني وامان ولا لا. انا برضو اما جيت اشتغل بابا برضو كان مانع الموضوع ده خالص. قال لي انا بديك اللي انت عايزاه، يعني اطلبي اللي انت عايزاه وانا هديهولك. تمام. بس انا يعني مش عايزك تتعبي وكده. بس انا ما كنتش بنزل اشتغل عشان حاجة، انا كنت بشتغل علشان اختلط بالناس، وده ما كانش كاريري برضو. مع ذلك نزلت واشتغلت. تمام، صح، ما ده اللي احنا بنقوله. واختلطت برضو بالناس. امم علشان انا برضو طبعي هادي شوية، فمش بختلط صح. مش بختلط بالناس صح. بسرعة وكده. على فكرة ده فعلا العمل بيفيد ان الواحد ممكن يثق في نفسه ويعرف يتكلم مع الناس يبقى اجتماعي. لو هو هادي زي منا كده هيبقى اجتماعي، يعرف يتكلم مع الناس. دي حاجة اضافة كبيرة برضو. يعني مش بس الشغل عشان الفلوس يا جماعة، لازم الولاد يبقوا معتمدين على نفسهم وياخدوا كمان ثقة في نفسهم من خلال الحياة اللي احنا عايشينها. الحياة بقت سريعة جدا، محتاجة ان احنا نفكر كويس ونختار لولادنا
طريقة التفكير وطريقة الحياة اللي هيعيشوها قبل ما نفكر ان احنا نحوش لهم فلوس. الفلوس ممكن تضيع وممكن تتصرف، انما طريقة التفكير وان احنا ننمي عندهم الطموح، وان يكون عندهم طموح انهم ينموا نفسهم ويكون عندهم حياة حلوة، دي اهم من ان انا احوش لهم فلوس. تابعونا وان شاء الله تستفيدوا من كلامنا، وان شاء الله في حلقات كتير جاية هتعجبكم. مع السلامة. مع السلامة.